فيديو النهاردة مليان وبيبظ كده حيوانات ذكية جدا لدرجة مرعبة، وهتشوف حيوانات بتعمل حاجات غريبة جدا. هتتصدم فعلا لما تشوفها، بس عايزك تكمل الفيديو للآخر. بقولك ايه يا أوركا، تاكل السمكة دي؟ لا. مش عاجباك؟ طب تاكل السمكة دي؟ برضه مش عاجباك؟ طب ايه، عايز تاكل انا شخصيا ولا ايه؟ طب تاخد الصندوق كله؟ لا ده انت مسعور بقى. ايه بطنك مخرومة ولا ايه؟ لا ما شاء الله عليك، شهيتك مفتوحة النهاردة. افتح بقك خد دي. لا انت تفتح بقك بقى كله، خد بقى الصندوق كله. وده ماتش جامد بين بغبغانات بيلعبوا كرة سلة بطريقة كوميدية جدا. انتوا بتتخانقوا ولا ايه؟ لا بس حريفة. انا لو عندي شوية البغبغانات دول وكل يوم يلعبوا قدامي بالطريقة العسل دي، بصراحة انا هبقى فرحان جدا ومش هزهق. سبحان الله على جمالهم. القطة دي من كتر الذكاء اللي عندها فاهمة وعارفة كويس ان المفتاح ده هو اللي هيفتح لها الباب، وفعلا بعد محاولات قدرت تفتح الباب بكل سهولة. هو بس كان محتاج منها زقة بسيطة. يلا يا ستي افراج. الحوت الابيض ذكي جدا، حركة بسيطة منه ابهر كل الناس اللي موجودين. سبحان الله. تخيل الجمجمة الصغننة دي فيها كمية ذكاء رهيبة. شوف ازاي بتخطط للسمك علشان تصطاده بطريقة ذكية جدا. سبحان الله في خلقه فعلا. هو انت حقيقي ولا لعبة ولا ايه؟ انت ايه بالظبط؟ الغراب من أذكى الطيور اللي ممكن تشوفها. المدرب بتاعه حابب يختبره ويشوف هيتصرف ازاي. هو دلوقتي هيحط الصخور دي في المية علشان يزود منسوب المية ويعرف يطلع الثمرة اللي جواها. وفعلا الناصح ده بعد محاولات كتير قدر يطلعها في الآخر. يا ابن الجنية. اوه ماي جاد. وبعد ما عدى المرحلة الأولى ودلوقتي هيحاول يشوف طريقة جديدة يكسر بيها الثمرة دي علشان ياكل اللي جواها. يلا ربنا يعينك، لقمة العيش صعبة يا غراب. معلش بقى هسيبك عشان وقت الحلقة قليل قوي. نسيت اقولك انا ابراهيم. شكلك كده سرحت مع الفيديو ونسيت تعمل لايك. يا رب اللي يدوس لايك واشتراك ربنا يحقق له كل احلامه. صلى على النبي ويلا بينا. اقنعوني ازاي المدرب علم السمكة الجميلة دي انها تعدي من الطوق بالسهولة دي، وكمان فهماه جدا. يديها الاوامر من هنا وهي تنفذ من هنا. لا 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 لا، السمكة دي جميلة جدا، انا محتاج واحدة زيها. مين معايا في الرأي ده؟ الكلاب دايما ذكية جدا، لكن أول مرة أشوف في حياتي خنزير ذكي. الكلب لما شاف الخنزير بياكل الأكل راح لصاحب المزرعة على طول واداله العصاية علشان يعاقبه. أما أنت كلب فتان صح، بس شكلهم كده في حكاية ما بينهم. لكن الخنزير كان أذكى منهم كلهم، دخل القفص بتاعه وقفل على نفسه أكن مفيش حاجة حصلت. يخرب بيت عقلك، إيه الذكاء ده؟ سبحانه يا ولاد. الدب كان في الغابة والأكل خلص منه، فدخل المحل ده علشان يعمل شوية شوبينج كده على السريع. بس شكله كده ما بيحبش يشيل حاجة معاه، بس افتكر إن السكة طويلة فدخل تاني علشان يجيب له كيس شيبسي يتسلى فيه في الطريق. اتفضل يا كبير، المحل محلك ومحدش يقدر يكلمك. وده مجرد كلب كان حران عادي، فحل مشكلته في ثانية الا ربع. فالدش ما عجبهوش قال ينزل في حمام السباحة على طول. والله انت كلب رايق، استحمى يا عم براحتك، مين ما يلاقيش الدلع وما يتدلعش. ايه ده، هو غرق ولا ايه؟ المدرب علشان يختبره رماله طماطمايه وعصايه وهيشوفوا هيتصرف ازاي. لكن القرد كان ذكي جدا وعرف يتصرف. الجوع كافر برضه. يا جماعة كلنا محتاجين كلب زي ده. بصراحة الكلب ما خدش وقت في التفكير واتصرف بذكاء رهيب. واو، جود جوب يا دوج. ايه الحلاوه دي؟ ايه الطعامه دي؟ ايه الشياكه دي؟ ايه الفخامه دي؟ يا جماعة هما بيجيبوا الطيور الذكية دي منين؟ ده بيركب عجلة وبيسوقها أحسن مني. لا 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 لا، ده ذكي جدا. ايه ده؟ وكمان بيلعب السلة؟ لا كده كتير بصراحة.
ده كده عظمه قوي، ده كده عظمه قوي. الكلب ده لو لعبت قدامه هفضل مبلم من اللي بيعمله. ايه الذكاء ده؟ مش بيلعب كده وخلاص، ده هو فاهم بالظبط هو بيعمل ايه. رهيب. Please eat that. That. Thank you. انا ما عجبنيش في الحيوانات الذكيه دي غير القرد الرايق ده اللي قاعد بيتفرج على اليوتيوب وعايش اللحظه. في حاجه يا نجم؟ طيب ماشي. انا لو عندي الكلب ده انا كده ربنا بعت لي هديه من السماء، لان الكلب ده في قمه الذكاء. علشان اللي عمله صاحبه الكلب ده كلمته عن طريق جهاز موجود في البيت، وقالت له بالحرف انها جايه في مكان كله ضلمه والموبايل بتاعها خلاص هيفصل شحن، فقالت له يجيب الكشاف من فوق الترابيزه ويتاكد ان هو بينور ويروح لها علشان يديها الكشاف علشان تقدر تشوف الطريق وهي راجعه. والغريب واللي هيصدمك ان الكلب نفذ كل التعليمات دي بكل سهوله وكان فاهمها جدا. بصراحه كلب في قمه الذكاء. عايزين بقى سلاله من الكلب ده كتير قوي. ولو وصلت لهنا يبقى انت من الناس المميزين جدا واللي بحبهم جدا جدا جدا، لانك سمعت الفيديو للاخر. علشان كده لازم تعرفني بيك في الكومنتات، ولو نسيت اللايك انا بفكرك اهو، واكتب لي ايه اكتر حتة عجبتك في الفيديو. اشوفكم في الفيديو الجاي. سلام.